وهذه هي الكريمة جاهزة، بحطها بكيس علشان نبدأ نحطها بالأكواب. عندي هنا الشوكولاتة عقب ما ذوبت بالميكرويف، أو ممكن تذوبونه في حمام مائي كيفكم، حتى ممكن تستخدمون يعني جلاكسي أو أي نوع شوكولاتة تحبون. والحين نمسك كل كوب كذا ورقي زي المقاهي، نحط فيه كيك مفتت أو كذا براحتكم، ممكن تصلحون الكيك أو تستخدمون الكيك الجاهز. حطيت طبقة الكيك ونحط طبقة بسكوت، ثم أحط طبقة من الكريمة كذا. بعد كذا بعد ما حطيت طبقة الكريم بحط طبقة بسكوت والمارشميلو على حسب رغبتكم، ما تبون ولا تحطون، مو بلازم. ممكن تحطون بسكوت مكسر وجوزة. بعدين نحط طبقة الشوكولاتة نغطيها على الوجه. تقاطرت سعبيلي. ويطلع لكم حلا كاسات المقاهي، أسهل شيء، مرة لذيذ. والحين بيجرب حلا كاسات المقاهي سعودي، لا يقول لازم بلاستيك عشان يحس انه كأنه في مقهى. أنا بعد خلصت إن شاء الله. شوفوا بتشوفون شيء هنا يامي. بسم الله. شوفوا ميكس بين الكريمة والمارشميلو والبسكوت. بسم الله. ايش رايك فيه؟ عجبك؟ جامد. بالعافية حبيبي. وهذا هو حلا كاسات المقاهي. تقدرون تصبحونه بهالاكواب هذه الورق، او ممكن الاكواب الصغيرة كل واحد، بس خطير، لازم تجربونه. بكتب لكم الطريقة والمقادير. جنن. شوفوا الكريمة والبسكوت، بسم الله، والكيك.